اسهل طريقه لعمل التمر هندي في البيت وانضف بكتير من بره. تعالى اقول لك ازاي نعمله في البيت بارخص التكاليف. نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اول حاجه في المقادير بتاعتنا على طول هنشتغل بكيلو سكر وعليه 3 معالق كبار مليانين من السكر. يبقى ده المعيار بتاع السكر اللي هنشتغل بيها، يعمل لنا كميه يعني حلوه، ولما تخلص يبقى نعمل تاني. يبقى اول حاجه كيلو السكر وكمان 3 معالق كبار مليانين سكر. نحط له على طول معلقه صغيره ملح ليمون. طبعا احنا عارفين ملح الليمون ماده حفظ، هنقدر نحفظه طبعا في التلاجة. تحطيه في علبة كده او في بطرمان في قلب التلاجة يبقى حلو جدا، وتطلعي تعملي منه على طول. ببدأ بقى احط على طول المكون اللي معانا بعد كده. هيبقى معانا اللون بتاع التمر هندي، بيتباع عند العطار، بتقولي له عايزة لون تمر هندي، لون تمر هندي. خدت منه بالظبط معلقة كبيرة ممسوحة من التمر هندي كده من اللون دوت يعني، وقلبت كله كويس قوي بالشكل دوت. وهيبقى معايا القصنص بتاع التمر هندي، هاخد منه حوالي 3 معالق كبار من القصنص بتاع التمر هندي. وهنبدأ بقى نخلط كله كويس قوي قوي. يبقى القصنص طبعا متوفر جدا عند العطار، وكمان اللون بتاع التمر هندي متوفر برضو عند العطار. بتقولي له بقى عايزه ب10 ب20 حسب ما انت عايزه اقول لك الكميه، يعني الازازه دي هتعمل لي كتير جدا جدا تمر هندي. وكمان اللون اللي معايا ده، وبشيلهم في كيس كده في قلب التلاجة، وبطلع لما اجي بقى اعمل تمر هندي تاني بطلع برضو وبعملهم. يعني بيسهل عليكي كتير بصراحة يعني. يعني لو حسبتيها هيوفر عليكي كتير احسن من بتاع بره. هبدأ بقى اقلب كل المكونات اللي احنا حاطينها بالشكل دوت بايديك كده. اهم حاجة الخطوة ديت كده، نقلبه كله كويس قوي لحد ما نوصل للون دوت. بصوا بقى ده البودرة بتاعت التمر هندي، بصوا ده لونها اللي انتوا بتشتروه من بره. وطبعا يعني العيال بيحبوه جدا جدا وبنشتريه على طول يعني. كمان لازم في رمضان بيبقى عصير منعش وبيبقى حلو جدا جدا. شايفين بقى حلو قوي، خدش في ايدينا يعني ما كملناش 3 دقايق 4 دقايق خلص على طول. ابدا بقى جبت شفشه حطيت فيه 3 كوبايات من الميه، عليه 3 معالق كبار من التمر هندي، وهقلب كويس قوي قوي. الناس بقى بتحب السكر بتاعه زياده قوي، ممكن تضيف سكر في المرحله ديت، لكن ده معيار السكر اللي هو المظبوط. تحطي في التلاجة شويه، تحطي فيه مكعبات تلج بقى، وتشربوا بقى احلى عصير تمر هندي في البيت. طريقته سهله وبسيطه زي ما انتوا شايفين اهوت، اللون والطعم بالظبط زي بتاع بره. ده غير طبعا طريقة التمر هندي في التمر هندي الطبيعي، هبقى اعمله لكم فيديو تاني. لكن ده البودرة بتاعة التمر هندي، تمام، عشان تبقوا عارفين بس. يعني ده المشروب السريع بتاع التمر هندي. اشوفكم بقى في فيديو جديد، وشايفين بقى الجمال حلو قوي قوي. يا سيدي يا سيدي، يلا بقى كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم.